مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا فيكم بوصفة اليوم. رح نحضر معجنات بالزبدة بدون إضافة خميرة وبدون تخمير العجينة. بتمنى تتابعوا الوصفة للنهاية وخلونا نبدأ بطريقة التحضير. لتحضير العجينة رح نحتاج 100 جرام من الزبدة مع ربع كاسة زيت نباتي، بضيف عليهم كاسة لبن الزبادي مع بيضة بحرارة المطبخ، وبالأخير رح أضيف معلقة صغيرة من الملح وظرف بيكنج باودر. ببدأ إني بقى بخلط المكونات كلها مع بعضها. طبعا إضافة البيكنج باودر للخليط هو بديل عن الخميرة وراح يعطي قوام نفس قوام إضافة الخميرة للعجينة. بهالشكل خلطت المكونات كلها. هلا رح أضيف 4 كاسات من الطحين. هلا بالصحن أنا حاطة 4 كاسات ونص، بس ما رح أضيف كل الكمية، حطيت بس أول 4 كاسات، والعجينة ما احتاجت النص المتبقي من الطحين. يعني عدد كاسات الطحين اللي حطيتهم للعجينة 4 كاسات على التمام. ببدأ بتخليط العجينة وعجنة كتير منيح لوقت ما تصير عندي طرية بهالشكل. هلا ما في داعي إني أخمرها، ببدأ بتشكيلها مباشرة حشية بالجبنة بدون أي تخمير أو بدون ما أريحها. لاحظوا قطعة العجينة شلون طرية كتير، مثل أي نوع من العجينة اللي منحضرن للفطاير أو للمخبوزات. هلا باخد قطعة من العجينة بكورها بهالشكل، ببدأ ببرقها بإيدي. العجينة طبعا لأنه إلى لبن وإلى بيكنج باودر رح تنفرد عندي بسهولة، وأكيد الزبدة، إضافة الزبدة للعجينة رح يعطيها طراوة أكتر. بعد ما رقيت العجينة بحط كمية من الجبنة جبنة الموتزاريلا أو الجبنة القشقوان ما بتفرق، وببدأ بسكر قطعة العجينة بهالشكل هاد، وبحكم تسكيرها كتير منيح، وبقلبها للطرف التاني وبحطها على صينية الفرن. صينية الفرن أنا هون حطيت لها ورق زبدة، بتقدروا تستغنوا عنها وتدهنوا الصينية دهنة بسيطة من الزيت النباتي. بشكل تاني قطعة بنفس الطريقة، برقها بإيدي بهالشكل هاد، وبعدها بحشيها بسكرها وبحطها على صينية الفرن. هلأ إذا بتفضلوا تضاعفوا كمية العجينة ما في أي مشكلة، بتصير المقادير 200 جرام من الزبدة، كاستين من اللبن، نص كاسة من الزيت النباتي، بيضتين، ظرفين بيكنج باودر، ومعلقة ونص أو معلقتين من الملح. مقادير هالعجينة كتير سريعة وبسيطة، وبنفس الوقت طعمتها كتير طيبة ومميزة عن باقي أنواع المعجنات اللي بنحضرن. بهالشكل بكمل تشكيل كل الكمية العجينة بنفس الطريقة. برق العجينة بحشيها وبسكرها وبحطها على صينية الفرن. بهالأثناء رح أحمي الفرن على حرارة 180، بشعل الحرارة من الجهتين وبعيف الفرن ليحمى. وقبل ما أدخل المخبوزات أو الفطاير للفرن رح هلأ أدهن وجههم بالبيض. البيض حطيت لهم شوية خل لنتخلص من الزفرة. خفقت البيضة وهلأ رح أدهن وجه الفطاير بالبيض. تقدروا تدهنوا وجه الفطاير بس بالحليب كمان بيصير، بس البيض رح يعطيهم لون أغمق من الحليب. وطبعا ما عدا الفائدة الغذائية اللي رح نحصل عليها من البيض بقلب الفطاير. هلا بالشوكة، وطبعا هالخطوة اختيارية، بمرر الشوكة على كل قطعة لحتى يتشكل عندي خطوط فوق كل فطيرة. وبالأخير برش على كل الفطاير حبة بركة، حبة سودا. كمان هالخطوة اختيارية، إذا بتفضلوا ترشوا سمسم أو خشخاش كمان بيصير. هلأ الفرن عندي يا حامي، بدخل الصينية على الرف الوسطاني، بياخدوا خبز تقريبا بالفرن تلت ساعة طبعا مع المراقبة. بهالشكل طلعتهم من الفرن. هلا رح انتظرهم شوي ليصيروا فاترات، وصارت الفطاير جاهزة للتقديم. شكلهم كتير حلو، الجبنة ساحت وطلعت من قلبهم، طعمتهم كتير طيبة ومميزة بإضافة اللبن والزبدة بقلب العجينة. ومثل ما لاحظتوا مكوناتها بسيطة وما كتير أخدت معنا وقت لا بالتشكيل ولا حتى بتحضير العجينة، كونها هي العجينة ما بتحتاج لا لتخمير ولا حتى لإضافة خميرة بقلبها. مجرد إنه خلطنا المكونات كلها مع بعضها وبدينا بالتشكيل مباشرة، وبهالشكل بكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. عملت معجنات بالزبدة بدون إضافة خميرة بدون إضافة حليب، وطعم ومحشيات بالجبنة، طعمتهم كتير طيبة ومميزة. وإذا عجبتكم الوصفة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وبنلتقى بوصفة جديدة إن شاء الله.